اذا مساء كل حاجه في كل حته. ده فيديو عشان الناس اللي دايما بتسالني بتصور بايه، بتسجل بايه، بتستخدم برنامج ايه. النهارده ناخد جوله في الموضوع كده، نشوف الدنيا ماشيه ازاي. انا قاعد هنا اهو، ده الجهاز اهو، دي رجليا اهي، وجنبي اللاب هنا على جنب حاطه فوق السب ووفر. بشغل برنامج على اللابتوب اسمه اوبن برودكاست سوفت وير او او بي اس ستوديو. ده اللي بسجل منه الكاميرا زي ما انتم شايفين. بعد كده على البي سي، انا شغال على البي سي يا اخوانا، مش شغال على اللابتوب. الناس كلها بتقول لي لابتوب، بس على فكره الانسايت تشتغل على اللابتوب. عندي هنا برنامج اسمه رابتر، بيجي مع كارت الشاشه الاي ام دي، وزيه اسمه شادوز غالبا مع الانفيديا او بلايز تي في، هو اللي بيسجل من الرابتر ده. سجل بقى مثلا لول، مثلا بيسجل انسايد، يسجل جي تي اي مثلا. انت بتسجل كده. بس انا مؤخرا بقيت استخدم الاو بي اس برضو، بس على الجهاز، عشان عيب الشادوز انك لما بتعمل تسجيل كبير شويه بفريم ريت مختلف، فبالتالي لما تيجي تحط البرنامج على او تحط الماتيريال على ادوبي بريمير عشان تمنتج، الصوت بيهرب من الصوره. فبالتالي بقيت اصور بالاو بي اس مؤخرا. بعد كده باخد الماتيريال من هنا وهنا، بحطه على برنامج ادوبي بريمير عشان امنتج، اعمل سينك مع بعض، واعمل ان الصوره دي تبقى صغيره مع كده، لغايه بس ما نجيب كاميرا توضح التفاصيل ان شاء الله قريب جدا. بقعد امنتج بقى مثلا من هنا، يعني مثلا دي كده. اذا مساء فكة الجنيهات على ما تبقى لنا من فتات. النهارده معانا دي مثلا الحلقه، دي الحلقه الاخيره بالمناسبه اللي هتنزل بكره ان شاء الله. عشان طويله بس شويه، ممكن تخش في 30 دقيقه فعلا. بس ده المايك بتاعي سامسونج اس سي 01 يو. كنت جايبه غالي شويه برضو، ما انصحش الناس تجيبه عشان غالي حبتين. اللي معاه فلوس يجيب. البي سي بتاعي مواصفاته عاليه، مش هقدر اقولها لكم عشان الحسد وكده. مش عاليه ولا حاجه، راماته بس اللي عاليه، بس كارت الشاشه محتاج يتغير. انسايت مش محتاجه الكلام ده كله. بس بتخلص الفيديو من هنا والفيديو من هنا. بتمنتج، بتقطع، بتحط الافيهات اللي انت عايزها، بتكسبورت ميديا. تستحسن تفضل تاخد الانكودنج اتش 264 ميديم بت ريت عشان يعمل لك مساحه قليله عشان تعرف تابلود واكسبورت. حتى تاخد الفايل بتحطه على اليوتيوب بيكسبورت، بتاخد منك حاجه كده. انا نت 4 ميجا. فيديو ال 500 ميجا مثلا بياخد ساعتين ابلود او حاجه كده. وبس. الكيبورد عاديه جدا، والماوس عادي جدا من ابو 20 جنيه بتاع الدل ده، بتاع البنوك ده، المستعمل ده من اي مول. بس. وده الجيتار اهو اللي انا سالفه من احمد سليم عشان كده. وبس. ما اعتقدش انتوا محتاجين تعرفوا حاجه تانية كده. هذه البرامج اللي بستخدمها وهذه التقنيات. بس كده. يلا ده عشان كل الناس اللي كانت بتسأل. تصبحوا على خير.